النهارده ان شاء الله هنعمل فطير بالسكر، وصفة سهلة كده وسريعة ان شاء الله تعمليها بأقل الامكانيات، وكمان اوفر بكتير من بره. هنا هنجيب اي كمية دقيق انت عايزاها. انا جايبة نص كيلو دقيق طبعا لجميع الاغراض. هنحط عليهم رشة ملح ومعلقة سكر، وهنحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر. مش عايزة تحطيها ما تحطيهاش، بس هي كمحسن وكمان بتدي زيادة توريق للعجينة. هنبدأ بس نقلبهم كده مع بعض، وهنجيب مية. المية هنا حسب العجن، يعني هنحط المية شوية بشوية لغاية ما نعمل عجينة لينة، يعني عجينة طرية مش بتلزق في الإيد ومش ناشفة. هتشوفوا كده ان شاء الله العجينه ملمسها عامل ازاي. انا بس بقلب علشان خاطر اول ما احط ايديا في العجين ابقى عارفه ان انا كده خلاص مش هزود ميه تاني، زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص انا زودت اخر شويه ميه عندي، وهبدا بقى اعجن بايديا. تبداي بقى تعجني كويس جدا، مش اقل من 10 دقايق. طبعا لو عندك عجان هيكون افضل بكتير من ان انتي تستعملي ايديكي. انا بقى لميت العجينه في البوله وبعدين حطيتها على الرخامه طبعا لازم تكون نظيفه كويس جدا. انا دايما بنضفها بشويه خل، وطبعا قماشه نظيفه كده. زي ما انتم شايفين العجينه عندي لينه جدا، زي ما انتم شايفينها كده بالظبط. هنجيب بقى اي ماده دهنيه طبعا، ممكن زيت على سمنه، ممكن سمنه بس، ممكن زبده وسمنه، اي ماده دهنيه عندك. هنبدا بقى نقطع العجينه قطع صغيره على قد احتياجي. شوفي انت عايزه تقطعي ازاي. انا طبعا عشان هعملها ميني فطير مش فطير كبير يعني، فاقطعها صغير. هبدا طبعا بقى اريحها، اسيبها طبعا يعني هفرش الصينيه الاول زيت، وبعدين هريحها حوالي ربع ساعه عشان بس تعرف تتفرد. لو ما ريحتيهاش مش هتتفرد كويس. هنبدا بقى نجيب كل كوره من الفطير نفردها زي ما انتم شايفين كده على ماده دهنيه، ونحط عليها كمان ماده دهنيه. بنبدأ بقى نفردها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان ما يبقاش فيها اي طبقات سميكة. وبعدين نرش المادة الدهنية بين كل طبقة وطبقة. بقى هنطبقها كده ظرف، وبين كل طبقة وطبقة هنحط فيها سمنة. بس نكورها ونقفلها كويس، وبعدين نعمل كل دول طبعا ونسيبها ترتاح خالص لتاني مرة ترتاح عشان تعرف تفرديها. ابتدي بقى افردها كده زي ما انا عايزة. طبعا عايزاها سميكة شوية، عايزاها رفيعة، براحتك خالص. بس على طاسة ما فيهاش اي مادة دهنية، طبعا هي فيها مادة دهنية كفاية. نبدأ بقى نحطها على طاسة على طول. شايفين سهلة حتى من غير فرن ولا اي حاجة، ومش هتاخد معاكي ثواني. تبدأي بقى اول ما تاخد تتشمع كده وتاخد لون من تحت تقلبيها الناحية التانية، وهكذا لغاية ما تخلصي الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. سهلة وسريعة ومن غير فرن. بقى اللي عنده الفطير بينشف من الفرن، الفرن عنده بايظ ما عنده مشكلة، دي اسهل طريقة لعمايل الفطير. تقدري لو عندك طاسة كبيرة تعملي فطير حجم كبير على قد الطاسة اللي عندك زي ما انتم شايفين كده بالظبط. اول ما بتاخد لون على طول بحطها على الصينية واغطي عليها على طول علشان تفضل طرية. يعني لازم بقماشة كده على طول تقوم مغطية عليها زي ما احنا متعودين في اي حاجة فيها دقيق، طبعا معجنات فطاير، اي حاجة عايزينها طرية بنغطي عليها على طول اول ما تطلع سخنة. بس انا عندي بقى الورق، ده ورق بيتباع عادي خالص مفهوش اي حاجه يعني، بنشتريه. ولو مش عندك مش مشكله خالص. بتبداي بقى تحطي فيه السكر وتلفيه زي ما انت شايفه كده. بس انا بلف الورق على طول عشان خاطر يفضل طري وياخد شكل اللفه اللي احنا عارفينها. وبنشتريه من بره طبعا برقم يعني. عملنا من نص كيلو دقيق حوالي 7 فطاير. بس رشي بقى كمان شويه سكر كده اللي انت عايزاه. طبعا اطحني سكر لو عندك مطحنه اللي هي بتاعه التوابل او كده، اطحني شويه سكر. على فكرة ممكن تاكليها بجبنة، اي حاجة انت عايزاها، مش شرط سكر يعني. بس وبلف الورق زي ما انتم شايفين كده، وبيطلع طعمه حلو جدا احلى من بره كمان. وزي ما انتم شايفين هو سهل وسريع ما كلفناش اي حاجة.
ودي كانت نهاية الوصفة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد. بحبكم في الله، سلام.